في الجزيرة السورية أرض الكرم وموطن الثروات السورية، كانت لعقود طويلة منطقة مهمشة عانى أهلها من تهميش مزمن من قبل النظام المخلوع، تمثل بضعف البنية التحتية وغياب التنمية رغم الثروات، علاوة على قبضة أمنية أبقت أصوات الناس طي الكتمان. بعد انطلاق الثورة السورية انخرطت محافظات الجزيرة فيها ونالت ما نالته من قمع وقصف وتهجير للسكان. تعمد النظام المخلوع إثارة الفوضى في المنطقة الشرقية لتقع في قبضة داعش وتصبح الرقة مركزا لها. ضاق الخناق على أهالي الجزيرة السورية وفتحت صفحة جديدة من الخوف والتشدد والقتل ونهب الثروات وإهمال القطاع الزراعي. بين عامي 2015 و2016 تدخل التحالف الدولي لتشهد الجزيرة تراجعا لداعش وصعودا لقسد، ففي نهاية عام 2015 تشكلت قسد ثم سيطرت على معظم محافظة الحسكة، تلاها خروج داعش من مدينة الرقة عام 2017. انتهى حكم داعش وانتقلت السيطرة إلى قسد، ولا يزال الناس في الشرقية بين فكي المعاناة المتمثلة في الانتهاكات بحق الأهالي والاعتقالات التعسفية دون مبرر وسلب معاني الطفولة بتجنيد أطفال دون سن 18، وهو ما وثقته تقارير الأمم المتحدة. لم تكتف قسد بذلك، بل سلبت خيرات المنطقة وباعت أرزاق السوريين وخيراتهم إلى الخارج وكممت أفواههم ومنعتهم حتى من الاحتفال بسقوط النظام المخلوع أو رفع علم سوريا الجديد، ليبقى أهل الجزيرة تحت وطأة القمع والخوف والتعذيب وما تلاه من تهجير قسري داخل سوريا أو خارجها. في تاريخ 18 من شهر كانون الثاني عام 2026 وبعد يومين من المعارك مع تنظيم قسد، أحكم الجيش العربي السوري سيطرته على محافظتي دير الزور والرقة وعلى حقول النفط بالكامل، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي، ستدمج المؤسسات المدنية بمحافظة الحسكة في الدولة السورية. ما جرى ليس بداية سيطرة فحسب، بل بداية تعاف وخطوة أولى نحو مستقبل أفضل، لتطوى صفحة طويلة من المعاناة وتبدل القوى وثمن باهظ دفعه السوريون. اليوم تحررنا، الله يحييكم، الله يستركم.